خلاص يا جماعه، اقر واعترف ان حسام حسن بعد مباراه كوت ديفوار الراجل ده مدرب. انا اكتر واحد انتقدته، لو رجعتوا الفيديوهات القديمه هتلاقيني بقول عليه مش مدرب على قده، كلام كتير قوي. بس بعد ما انت تعمل مباراه كبيره زي كده مع كوت ديفوار، الفريق اللي ملوش حل وبيقدم كره حلوه، يستحوذ على 75% وبتكسبه وتجيب 3-0، وبعد كده 3-1، وبعد كده 3-2، وتستغنى عن الهجوم. ولا ابراهيم عادل ولا مصطفى محمد، انت خليت الهجوم بتاعك اللي يجي من العمق على طول، سواء محمد صلاح، مرموش، امام عاشور، وتزود قوة الدفاع بتاعك. يبقى انت كده راجل مالكش حال. انا لاول مرة اشوف مصر يا جماعة بتدافع بالطريقة الرائعة ديت. اللاعب بتاع كوت ديفوار كان يجي كان يلاقي خمسة داخلين عليه. مصر كانت مقفلة تقفيل رهيب. حته اللي هو يزود حسام عبد المجيد مع ربيعه، مع ياسر ابراهيم، مع طبعا حمدي فتحي، ومع الجميل مروان عطيه. على فكره بالمناسبه، مروان عطيه وحمدي فتحي اللعيبه دي بتظهر كل 20 سنه بره. غير كده انسى، انسى بجد. لان دول اتنين لعيبه حكايه، ومفيش غيرهم في مصر على فكره. حكايه زي ما بقول لكم كده. فعشان كده بقول لكم ان الخطه اللي لعب بيها حسام حسن كانت ممتازه. بصراحه انا لو مدرب ما كنتش هعرف اكسب بالطريقه اللي لعبت بيها. ان شاء الله باذن الله الفوز يكون لمصر. خلاص بقى، يعني عايزين نتخطى حته العقده دي. كلنا شفنا مباراه المغرب مشيت ازاي، كان الكاميرون كعبه عالي على المغرب، بس المغرب اديتهم درس للتاريخ وللعمر. كوره 90 دقيقه الكاميرون ما شاطش كوره على ياسين بونو، تخيلوا. عشان كده ان شاء الله النهائي يكون المغرب ومصر، والفوز لمصر ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم.